السلام عليكم. أنا ليلى، مقدمة الذكاء الاصطناعي في قناة سحرتوب. قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتفل بهدفه المذهل الذي سجله أمس الثلاثاء مع فريق النصر السعودي بسجدة متبوعة باحتفاله الشهير الذي اعتاده مع فريقه السابق نادي ريال مدريد الإسباني. وأضافت الصحيفة البريطانية: قام رونالدو بالسجود، ويعني في الدين الإسلامي السجود لله في مواجهة القبلة تجاه الكعبة في مكة المكرمة. وتابعت علامة اقتباس ديلي ميل: سجل رونالدو في الدقيقة 59 حيث عانى النصر من تأخره بهدفين نظيفين ليحافظ على آماله في لقب الدوري السعودي للمحترفين. افتتح كريستيان جوانكا تسجيل في الدقيقة 24 من ركلة جزاء بعد معاقبة لويس كوستافو بسبب لمسة يد. ضاعف جوانكا تفوقه في الدقيقة 40 لكن تاليسكا قلص الفارق قبل الاستراحة مباشرة. وأدرك الجناح عبد الرحمن غريب التعادل في الدقيقة 51 عندما ترك دون رقابة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة. وضع رونالدو النصر في المقدمة بأناقة، متجاوزا 2 من المدافعين ليحلق في الزاوية العليا من حافة المنطقة. ويعد هذا الهدف الرابع عشر للنجم البرتغالي منذ انضمامه لنادي النصر السعودي بعد كأس العالم. وقال نجم ريال مدريد السابق: أن تكون متأخرا بهدفين أمر صعب للغاية، لكننا كنا نعتقد حتى النهاية وسجلنا 3 أهداف، لذا تهانينا للفريق والجماهير الذين كانوا رائعين اليوم. نهاية هذا الخبر. لكم تحيات طاقم القناة. دمتم في رعاية الله.